انا شفت مدربين كتير جدا على مدار حياتي، انما مدرب زي بيتسو موسيماني انا ما شفتش. مدرب في 2016 بيخرج من البطوله ثم بيرجع للبطوله تاني بعد ما تم استبعاد فريق فيتا كلوب عشان هو مشارك لاعب كان موقوف، فبيرجع ويكمل البطوله وبيوصل للنهائي وبياخد اللقب. ثم بعد كده في 2020 بيقابل الاهلي في دور الثمانيه وبيخرج من البطوله، ثم بعديها بيرجع الاهلي يجيب بيتسو موسيماني يدرب الاهلي وبيجيب اغلى بطوله في تاريخ النادي. ثم بعدها بيروح يجيب البطوله العاشره والثانيه على التوالي، وبيوصل للفاينل كمان الثالث على التوالي، وبفعل فاعل ما بياخدش اللقب. فبعدها بيمشي بيتسو موسيماني، ثم بعدها الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه لانه كان وصيف دوري ابطال افريقيا. ثم بعد كده في 2025 الاهلي هيشارك في البطوله بتاعه كاس العالم للانديه بسبب ان هو كان البطل في نسخة 2021. موسيماني مشي بس الأثر بتاعه والجمايل بتاعته لسه موجودة معانا لحد دلوقتي، وأنا مش هستبعد إن موسيماني يرجع تاني في